ما تيجوا نعمل مع بعض شويه رز صياديه بطريقه ممكن تكون جديده عليكم، بس هتدينا شويه رز ايه عظمه، طعم وفلفله ولون وريحه وودي. بس ما تنسوش اللايك والشير والكومنت، ولو ما اشتركتوش احب دايما افكركم. بعد بسم الله هنبدا نجهز الكشنه او الصوص اللي هنسقي بيه الرز. حله وهننزل فيها ب5 معالق كبار زيت. الزيت يسخن معانا وهننزل ببصله كبيره مقطعينها اي تقطيعه، مش هتفرق معانا التقطيعه في المرحله دي، ونقلب باستمرار عشان البصله تاخد معانا لون موحد. واول ما البصله تبدا تاخد اللون الذهبي ده هننزل بالتوابل الصحيحه، قطعه صغيره من القرفه السيجار، على حبايه لومي او الليمون الناشف، و3 ورقات لوري او ورق الغار، وعليهم ب3 حبات هيل او الحبهان، على جزره متوسطه، وقرن فلفل حار يدينا سنه سبايسي، وحبايه فلفل بارد، وعليهم بحبايه من الطماطم، وهنديهم كلهم تشويحه مع بعض لمده 3 دقايق. وطبعا اللي مش حابب بعض من الاضافات اللي استخدمناها نقدر نستغنى عنها، سواء من التوابل او الفلفل الحار. وبعد ما اديناهم التشويحه هننزل بلتر ونص من الميه. واخر حاجه هنضيفها، وده يعتبر المكون السحري في اي مطعم، معزز النكهه، الاجيناموتو، ومعروف بالملح الصيني. هنضيف نص معلقه صغيره، والبديل مكعب مرقه دجاج، وعادي جدا لو حبينا نستغنى عنهم الاتنين. وهنسيب الملح اخر حاجه علشان يتظبط معانا كويس، وهنغطي ونسيبهم ياخدوا يدوا مع بعض لمده 5 دقايق على النار. وكده يبقى الكشنه او الصوص اللي هنسقي بيه الرز جاهز معانا. ونكمل بقية خطواتنا. في حلة وهننزل بشوية زيت في حدود 5 معالق كبار، الرز الصيادية بيحب الزيت وما تقلقوش مش هيبقى كتير. عليهم ببصلتين كبار أو 3 بصلات وسط. وبالمناسبة لكل ربع كيلو رز بصلة متوسطة علشان الرز الصيادية يطلع معانا مظبوط. هندي البصل تشويحة ومش هنقرص عليه، بمجرد ما يبدأ ياخد اللون الذهبي هننزل بالتوابل المجروشة. معلقة صغيرة كمون، على معلقة صغيرة كزبرة، ونص معلقة صغيرة فلفل اسود، على رشة خفيفة من بلح جوز الطيب. ونديهم دقيقتين مع بعض على النار وتمام قوي كده. ده اللون اللي احنا عاوزينه، ولو زاد سنه معانا مفيش مشكله، بس المهم ان البصل ما يحرقش مننا في المرحلتين، سواء في تجهيز الصوص او دلوقتي، علشان البصل لما بيلسع بيمرر. وننزل بالرز بعد ما نغسله ونصفيه من ميته. انا نزلت بكيلو من الرز المصري، وسواء رز مصري او رز بسمتي النوعين هيشتغلوا معانا. بعد ما نزلنا بالرز هنديله تشويحه لمده دقيقتين مع البصل، تنشف اي ميه فيه ويفلفل معانا. والخطوه دي هتساعدنا كتير ان الرز ما يعجنش مننا، خصوصا في الرز المصري لو نوع الرز ما كانش كويس او في نسبة كسر. اما لو بسمتي هنعكس، هننزل بالصوص على البصل وعليه بالرز من غير التشويحة دي، وننزل بالصوص اللي جهزناه بعد ما نصفيه من توابله وخضاره، ولو احتاجنا شوية مية صغيرين هنزودهم عادي. واخر حاجة هنعملها هنظبط الملح بتاعنا حسب الرغبة. عايزين الصوص يكون فوق الرز بمقدار عقلة صباع بالشكل ده. يبدأ يغلي هنغطي ونهدي النار خالص. تسوية رز طبعا كلنا عارفينها، 15 دقيقة بالكتير وهيكون تمام. بسم الله ما شاء الله، روعة. وزي ما انتم شايفين شوية رز رايقين، طعم وريحة ولا أروع من كده. وبألف هنا عليكم، وإن شاء الله نتقابل في فيديو جديد. أشوفكم على خير. سلام.